صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم، فين ما تكونوا وقت ما تكونوا. النهارده معانا فيلم حلو قديم سنة 1944. يلا بينا نعرف قصة العمل ونعرف الفيلم حكايته ايه واسمه ايه. بطولة عزيزة أمير، طلع في دور ناهد، أميرة أمير، هدى، محمود ذو الفقار، حازم بيه. وجماعة هنلاقي أغلب أفلام الأربعينات اللي فيها عزيزة أمير يشاركها البطولة يعني المستمرة محمود ذو الفقار. محمود إسماعيل اللي هو بتاع صماوة طلع في دور شكري خطيب هدى. فردوس محمد التمرجية عيشة. زكي طليمات كمال بيه جوز ناهد. تأليف أو تمصير بمعنى أصح زي ما قلنا عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار، يعني يا جماعة هما من صناع السينما كانوا في وقتها. سيناريو أحمد رامي، إنتاج عزيزة أمير، إخراج نيازي مصطفى. الفيلم في بدايته بنشوف إن ناهد وهي ليدي كده قاعدة في بيتها مستنية إن هي تولد بالسلامة وتجيب البيبي بتاعها، وبتتكلم مع جارتها إن ربنا يهدي جوزها. وهنعرف بعد كده إن حازم بيه هو مديره ورئيسه وصاحب الشركة اللي هو بيشتغل فيها. وفعلا رجع اختلس تاني واتمسك واتحكم عليه ب15 سنة، ومراته يا عيني بقت مش عارفة تعمل ايه، دي على وش ولادة. وطبعا سوء سمعتها خالص وبقت هي مش عارفة تعمل ايه. وجي وقت الولادة وما لقيتش جنبها غير الست عيشة جارتها اللي هي التمرجية اللي في مستشفى الولادة. خدتها وجريت بيها، ولدت بنت حلوة وصحتها كويسة. في نفس الوقت وفي نفس اللحظة وفي نفس المستشفى وفي الأوضة اللي جنبهم مرات حازم بيه بتولد، بتجيب بنت بس نازلة حجمها قليل وصغيرة. وده ليه؟ مرات حازم بيه كانت طول فترة الحمل مريضة، فبالتالي جابت بنت حجمها قليل ونوعا ما مريضة. هوب بيجي الليل بنكتشف بعد كده ان بنت حازم بيه ماتت. مين اللي عرفت؟ الست عيشة. بهدوء جدا خدت البيبي البنت من أوضة زينب هانم اللي هي مرات حازم بيه وراحت بيها عند ناهد. احنا هنعمل بدل، هاخد بنتك اوديها لأسرة حازم تتربى وسط ناس أغنياء وناس راقيين ومحترمين وتبقي ضمنتي مستقبلها، وكده كده انت مش فارق معاكي البنت دي، خديها تتسمى على اسمك وتدفن وخلاص. رفضت ناهد في الأول خالص، لكن عيشة أقنعتها وبدلت البنات. وجه الصبح كانت بنت ناهد هي ليلى بنت حازم بيه، بنت الناس الأرستقراط الراقيين الحلوين، وهي قال يعني بنتها ماتت واتدفنت. فطبعا الست عيشة لما لقت ان أسرة حازم بيه مبسوطة جدا وفرحانة بالبيبي، قالت لهم طيب حفاظا على صحة الأم ما نجيب لها مرضعة. واقترحت ناهد انها ترضع البنت. لغاية ما في مرة مرات حازم بيه اللي هي زينب هانم ما عجبهاش الوضع وحسيتها ان هي متمسكة بالبنت يعني بتاخدها اكتر منها، فقالت دي تمشي. فقالت لا طب سيبيني ان شاء الله اشتغل خدامة. فاشتغلت خدامة في البيت، لكن برضو صممت انها تمشي لان خافت ان يبقى في علاقة بينها وبين حازم بيه. والمشكلة اللي حصلت أكبر كمان إن في أسبوع البنت الناس شافوها وعرفوا إن دي كانت مرات كمال بيه اللي هو المجرم الحرامي اللي اتسجن. فقالت دي ما تقعدش، وفعلا مشوها من البيت. وحازم بيه جات له سفرية لإسطنبول هيقعد فيها عمر طويل هناك، والفيلا فضيت. جت تسأل عليهم ناهد، البواب قال لها دول مشوا ومش هيرجعوا دلوقتي خالص، سنين طويلة. فطبعا حزنت هي كتير واشتغلت كذا شغلانة لغاية ما في الآخر اشتغلت مغنية وبقت مشهورة وعندها فيلا وسرايا ومجوهرات والناس بتترمى تحت رجليها ومعجبين. كل ده مش فارق معاها، هي فارق معاها بنتها. بتمر السنين بسرعة وال15 سنة بيعدوا، وبترجع هدى مع باباها حازم بيه من اسطنبول، وبيرجعوا مصر. قد ايه هم مشتاقين لمصر. وبنكتشف ان هدى معجبة جدا بصوت ناهد. وهنلاقي ناهد هنا مبقاش اسمها ناهد، هي اسم الشهرة سلمى، وبعدت خالص عن ناهد فبقت معروفة بانها سلمى. بتلف الايام وبنكتشف ان الست عيشة على فراش الموت، وبعتت واحدة من طرفها بتستدعي حازم بيه عشان عايزة تقوله على سر. تروح حازم بيه للست عيشة وبتحكي له على السر بالكامل. فبيبقى هو ماشي مش مصدق لغاية ما بيروح المكان اللي بتغني فيه سلمى أو ناهد، وبيقعد يسمعها وبيحاول يتعرف عليها وهي بترفض، فبياخد عربيته وراها على طول على بيتها. بيستأذن هو يدخل بيتها وبيعرفها على نفسه وبيقول لها بنتك معايا وما تخافيش، وفي اي وقت انت عايزه تقربي منها انا موجود.
بيقربوا من بعض طبعا. وهو بيحبها وهي نوعا ما بترتبط بيه عاطفيا، لان فبيقول لها ايه رايك، انا بقترح عليك ان احنا نتجوز وتيجي تعيشي في البيت وتبقى هدى بنتك. قالت له مش عارفه اذا كان ده صح ولا لا، خد رايها. فطبعا هدى لما عرفت عن طريق خطيبها وكل ده فاكره ان ابوها راجل يعني مش محترم، طبعا بعدت خالص عن باباها وحذرته انه يقرب لها وهددتها وقالت له هي مش عايزاها في البيت والا هتهرب. فباباها ارغمها وهربت مع خطيبها اللي كان عايز يجبرها على الجواز بالعافيه عشان يستغلها ويستغل ابوها. لكن ناهد انقذتها في اخر وقت ورجعتها البيت وهددت خطيبها ان هي مش عايزه تشوفه تاني. ووعدت هدى، قالت لها انا هبعد عن باباكي خالص، مش هتشوفي وشي، وهقول له ان انا كنت بستغله وان هو ايه، ما ينفعش نتجوز. وفعلا سلمى رجعت البيت او ناهد، وهدى رجعت بيتها عند باباها. فباباها رجع قال لها ايه ده، هي سلمى فين؟ قالت له معرفش. فعلى بال ما رجع البيت بيهددها بيقول لها انت ليه ما رجعتيش، فقالت له احنا ما ننفعش لبعض. والمهم الحوار ده كله، مين بقى كان واقف ورا الستاره بالصدفه ولسه خارج من السجن وسمع الحوار ده كله؟ جوزها كمال. فبعد ما مشي حازم ابتدى يهددها، قال لها انا عايز فلوس والا هروح اقول لهدى على كل حاجه. بتترجاه وبتقول له ابعد ومش عارف ايه، ابدا. سابها ونزل جري عشان يروح يقول الموضوع ده لحازم وهدى. قبل ما يدخل بيت هدى على طول عربيه خبطته، في حين ان هي كانت بتجري وراه بالمسدس عايزه تخلص عليه. لكن طبعا قضاء الله تم قبلها ومات وهو على الطريق، وما قالش سره ومات بسره معاه. وفي اللحظة دي هدى بتقول لابوها يا بابا ده اللي حصل كذا كذا كذا، وان هي قالت لي انا هعمل كده عشان ابعد عنك، من فضلك يا بابا رجعها. راح مرجعها. وهدى قالت لها انا بحترمك وبحبك وعايزاكي في البيت ويا ريت تتجوزي بابا، وكل ده هي مش قايله لها ان هي امها ولا حازم قال لها ان دي امها. ودخلت البيت على انها مرات اب، لكن هي في الحقيقه هي امها. والاسره عاشت بسعاده واحتضنوا بعض وعاشوا بكل هنا واحترام مع بعض. الفيلم حلو، هو اسمه ابنتي.